السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم. مرحبا بالمتابعين الجداد والقدام. اليوم نقدم معكم دواز اتاي تبسيل تبارك الله كبير مشكل ما كيبانش في الصورة مزيان. كما قلت لكم عندنا الثلج وهذا غتشوفوا في اخر الفيديو بعد المقاطع. المهم قلت لكم دواز اتاي اقتصادي بجوج بيضات ما شاء الله ومقادير بسيطه. كنخرجوا هاد الكميه اللي وفيره وشكيلات متنوعين. وكما قلت في فيديو مقطع اخر اننا توحشنا هاد الحطه. شحال هادي ما شفناها ولا درناها ولينا كنستفوا وحده وحده في البلاطو. اذا نرجعوا لزمان بحال كنت انا زعما مرا شارفه. رجعوا لزمان وكيفاش كانت الحطه. المهم كيخرج كميه وفيره كما قلت لكم هادو. اذا نبقاو مع الفيديو باش تشوفوا المقادير. غنبداو على بركه الله. غندير قبصه ديال الملح، جوج بيضات، حراره المطبخ دائما كما كنقول لكم. درت هنا 200 غرام ديال الزبده حتى تكون في الحقيقه خارجه من الثلاجه. انا حيت عندنا البرد كما عرفتوا الثلج درتها شويه في المخنيطرون سخنات واحد شويه. وواحد جوج كيسان ديال العنبه ديال السكر. صافي غادي نخلط هادشي واخا غير بيدي، غير بيدنا ما تحتاجوش شي طراب ولا مهم شي روبو، غير هكا بدنا حتى كينسجموا العناصر. غنزيد هنا واحد جوج فانيات، 15 غرام ديال الخميره الحلوه، وجوج كيسان ديال الزيت، جوج كيسان العنبه بالطبع الكاس المعروف المشهور. نخلط ثاني هذا حتى يدخل، حتى ينسجموا العناصر. صافي وغادي نزيد الدقيق انا هزات ليا كيلو ديال الدقيق تبارك الله. اذا هاد المقادير كيهزوا كيلو، يقدر نتوما 950 غرام حتى الكيلو. المهم راكم غتشوفوا في الاخير القوام كيفاش داير. نبقاو نزيدوا الدقيق دفعات باش يدخل مزيان وما يعذبناش في العجينه. ما نبقاوش ندلكوها، المهم غير يغبر لينا الدقيق يدخل كله في العجين. صافي كنحبسو. صافي ها هي العجينه تبارك الله لينه رطبه. قسمتها هنا على 4 الاشكال، واخا راني درت شي 5 هكاك حيت شي شكل جاني كتير وعييت وتبارك الله حيت خرجت بزاف. الا ما عندكم شي مناسبه ولا راه تقدروا ديروا غير 4. هنايا شويه المكسرات كانوا عندي مخلطين. كان عندي مهم مخلطين، كان كاوكاو والفستق وبيستاش، راك غتشوفوا اللوينات. درتهم شويه في الخلاط حتى تهرمشوا، ولكن كنحيدوا دوك الزائل اللي كيولي دقيق كنحيدوه من الاحسن. وانا استعملته في العجينه لداخل باش ما يضيعش. ودزت شويه القرفه اختياريه، الشكل اللي بغيتو نتوما تشوفوا الشكيلات. انا غنعطيكم اقتراح وانتم الشكل اللي بغيتو ديروه. صافي كنديرو في بيض البيض وكنديرو في هذاك الكاوكاو ودوك المكسرات اللي مهرمشين. كتجي زوينه هادشي الا غربلناه كيحيد دقيق وكيجيو هذوك الطريفات زوينين مقادين. هنا بقيت كنجرب في شحال من بوق، المهم ما جاونيش. في الاخير درت هذا رقيق جاني زوين عجبني. كيما بغيتو ديروهم هكا طوال عاديين او ديروا فيهم بحال شويه الزيكزاك. ها هما فساليتهم جاو زوينين، عجبني هذا الشكل. الشكل الثاني خليته هكاك عادي، درتو تا هو في بيضه. قلت لك هالمكسرات ما عرفتش شنو. المهم تعاود المقطع كنظن. المهم خدمت ديال البوق هي الاولى. هذا هو الشكل الثاني. شفتوا كيفاش كيجيو هذوك الطريفات مع اللوينات ديال المكسرات اللي مختلفين. ممكن ديروا نتوما غير كاوكاو او اي حاجه عندكم. هذا الشكل الثالث درتو تا هو في بياض البيض ودرت الجلجلان.
ديروا هكا حريبلات اما طوال يا اما تديروهم على شكل ديال هلاليات او كعب الغزال بحال هكا. انا هادي المهم تحاولوا تقدوها هكا بيدكم وصافي. تبارك الله متنوعين دواز اتاي. شحال ديما شفنا الطباسل بحال هكا كنشوفوهم اكثر ولاو غير البلاطوات مستفين تا هكا تشكيلات كيجيو رائعين. نبدلو شويه المنظر ونرجعوا لزمان كما كان في الاول الحطه ديال الحلوى. دواز اتاي اقتصادي، جوج بيضات تبارك الله كيخرج واحد الكميه وفيره. ماشي غير هادشي اللي خرج ليا، هانتوما تبارك الله خرج ليا حتى هاد الطبيسيل حيدتو. المهم ما شاء الله جوج بيضات شحال كيخرجوا ما شاء الله اللهم بارك. وتقدروا ديروا نتوما شكيلات اخرين، انا عطيتكم غير مثال وانتوما ديروا اللي بغيتو. بحال هادو ممكن تعوجوهم هكا يجيو فيهم هكا الزيكزاك، ممكن ديروهم طبال. اذا كتجي مقرمشه دواز اتاي العيد او مناسبه او تديوه في يدكم، اذا شي حاجه اللي راقيه كنتمنى تجربوه ان شاء الله. وبقاو مع الفيديو باش تشوفوا المقادير. للاسف اليوم عندنا الثلج، المهم الحمد لله. ما عرفتش واش باين معكم واضح ولا لا. واش هكا بالضوء واضح ولا بلا ضوء؟ تلفت قلت لكم مقطع تعاود، ولكن لا انا بديت بهادو اللي على اليمين اللي فيهم السكر كلاصي هما الاولين. درتهم هكاك طويلين، شفتوا الشكل ديالهم ماشي طوال عاديين، ودرتهم حتى طابو عاد درتهم في السكر كلاصي. والباقي شكيلات راني تركتهم معكم. اذا كان هذا هو الفيديو، كنتمنى تجربوا هاد الشكيلات راه غيفرحوا بهم وليداتكم. انا ولادي ما كيبغيوش الحلوى ديال الدار وهادو عجبوهم والزوج ديالي. اذا كنتمنى تجربوهم ان شاء الله.